وبعد اصطفاف جزء من الجيش الثاني الميداني في السويس، حصل ذعر الإسرائيليين، وبالتالي هي حفيدة أمريكا يعني. اللي حصل كالآتي يا أخوانا عشان كلنا نبقى عارفين اللي بيحصل. اللي حصل إن حصل جسر جوي، أحدث أنواع الأسلحة وصلت إسرائيل، طيارات ودبابات وصواريخ وكنابل، كل أنواع الأسلحة اتعملت. إسرائيل ترسانة أسلحة للأمريكان. الأمريكان نفسهم والاتحاد الأوروبي عملوا إيه؟ جيهم بأساطيلهم، جزء في البحر المتوسط وهم جزء بحجة المركب اللي اتخطفت، انتوا فاكرينها طبعا، اللعبة بتاعت إيران. اللي هم بيقول لك اصل هم هيضربوا ايران. لا، هم مش عايزين ايران. ايران دي برضه زي اسرائيل بالنسبه لهم، طفله مدلله، بس هي بتلاعب بيهم العرب. ما علينا يعني. فاتحصل دلوقتي حصار على الدوله المصريه. كان الله في عون الدوله المصريه، وكان الله